مدوا اليد إلى الأشقاء الجزائريين. راهن أعداء الوحدة الترابية على بطبيعة الحال عزل المغرب إقليميا ودوليا اليوم، وبعد مرور 50 سنة علينا أن نلاحظ وأن نتساءل: من البلد الذي أصبح معزولا سواء إقليميا أو دوليا؟ كأس أفريقيا راه كنتوا عارفين شكون اللي كان المنافس تاعنا في التنظيم، ومنذ ذلك الحين وهو تيحاول جاهدا أنه يبين أننا ما قادرينش، وبدات بالمؤامرة الحقيقية نتاع الكلاب الضالة وما نعرفت وعدم جاهزية الملاعب، وكل نهار كيجبدوا شي تصاور. حتى ملي دشنا الملعب نتاع مولاي عبد الله قال لك اودي سي فوتوشوب. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنشاهدوا واحدة من أروع مداخلات السيد فوزي الأقجع في التاريخ، والناس اللي غيشاهدوا الفيديو كامل غيعرفوني علاش قلت أحسن مداخلة في التاريخ لفوزي الأقجع. بغي نفكر المشاهدين الكرام أن الناس اللي ساكنين هوك فاش غيشوفوا السيد فوزي الأقجع كيعطيهم علاش كيدوروا وكيكلاشي فيهم، فغادي يهجموا علينا بعدم الإعجاب وغادي يهجموا علينا في التعليقات بالسبان، خصوصا غادي يبقاو يسبوا السيد فوزي الأقجع. فالله يخليكم والله يرحم والديكم، ديروا لنا الاعجاب وردوا عليهم في التعليقات. شاهدوا المداخله الرائعه جدا ونتلاقاو في اخر الفيديو. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيدة الوزيرة. غادي نحاول بطبيعة الحال باش نكون مكمل ونتفادى الأوراش الفلاحية والصناعية التي حققت فيها بلادنا الشيء الكثير. في البداية لابد أنني نشكر السيدات والسادة النواب على التفاعل تاعهم مع مشروع قانون المالية الحالي، وهذا التفاعل اللي سمعنا له بإمعان لمدة تفوق 20 ساعة، نقاش نعتبره تجسيدا لروح التعاون التي سادت دائما بيننا جميعا لتثبيت الإنجازات والرصيد الإيجابي، ولكن أيضا للبحث عن حلول للمستقبل وللإشكالات المطروحة. النقاش أعتبره إيجابيا، وأشكر مرة أخرى السيدات والسادة النواب، ولكن لابد أنني نوضح مجموعة من النعوت التي وصف بها العمل، متمنيا بصدق أنها تكون تعبيرات غير صادرة عن قناعات، وتكون ردود فعل ظرفية وداخل لحظة معينة من اللحظات. نصف المسار نتاعنا نتاع إعداد القوانين المالية باللعب والكذب وبالتشريع المقاس. أعتقد بأن بلادنا اللي هي المملكة المغربية قطعت مع هذه الأمور منذ عقود، ماشي منذ سنوات، منذ عقود. وإلا كنا كنتكلموا على الإرث والذي اعتبرته شخصيا مدرسة تلمذنا داخلها، ما يمكنش هذا الإرث يعلم التلميذ اللعب بالأرقام والكذب على المواطنين، لأن الأستاذ اللي تحدثت عليه هنايا بعيد كل البعد عن هذه الدروس، وأعتقد بأن له من لا الزخم السياسي ولا المعرفي ما يجعله يلقن تلامذته ولو شيئا من هذا الحس البعيد عن هذه الممارسات. تشريع المقاس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن
نتهم إدارة راكمت عقودا من العمل وتحت طائلة مختلف الحساسيات السياسية أن تتهمها اليوم بأنها تشرع على المقاس، وفي جميع الحالات والأحوال أنا أوجه دعوة صريحة للسيدات والسادة النواب الحاضرين معنا واللي ما موجودينش معنا، أنه اللي تبت شي تشريع جبناه على المقاس ولا شي رقم لعبنا فيه ولا كذبنا فيه، أنه يجيبهم وغادي نسحبوهم بكل مسؤولية وشجاعة ونعتذر له معتذرين لكل المواطنات والمواطنين. ما عندناش إشكال، وهذه العملية درناها ولا بد ولا داعي لذكر العسل ومشتقاته إلى غير ذلك، وبكل وضوح وبكل موضوعية. الإنسان ملي تيدير واحد التمرين من شهر ماي حتى لشهر أكتوبر قد يخطئ التقدير في مجموعة من الأمور، ولكن العبث هو أن يتمادى في خطئه. احنا عندنا الشجاعة باش نصلحوا هذا الشيء، ولكن أن نتهم، ما بغيتش نقول أنا من نصب نفسه خبيرا في كل شيء، حتى في ديك كرة القدم وغنرجع لها بإمعان، لأننا باش نشرحوا الأمور كما هي وكما أتيت. يمكنش نتهموا الناس ونضربوا الأعراض ونقولوا التشريع بأنه تيدار على المقاس. والأول مشروع اليوم إلا كان فيه شي تشريع على المقاس، وهنا نفتح القوس، السيد الرئيس تكلمتي على الدواء، أنا نقول لك بكل وضوح احنا الهدف نتاعنا هو أن الصناعة الدوائية المحلية نحميوها باش تنتج الدواء للمغاربة، وداك الشيء اللي ما عندناش خصنا نهبطوا عليه لا رسوم الاستيراد ولا القيمة المضافة باش يدخل بواحد الثمن نسبيا معقول، لأن باش يكون معقول خصنا نهبطوا الهوامش نتاع المستوردين. وقلتها مع المستوردين وأعود لقولها وأتحمل مسؤوليتي. هذا هو الهدف. الآن إلا بان لك في ذاك الشابيتر 30 بأنه فيه شي تشريع على المقاس، احنا في الوضوح نحطوه نجلسوا نص ساعة، ساعة، ساعتين، 4 قبل ما ندوزوا للتعديلات. وفين ما تبت بأننا بغينا نخدموا شي وزين ولا شي لابوراتوار نحيدوه، وفين ما تبت بأن درنا شي تشريع ما كيخدمش هذا الهدف اللي تكلمت عليه، اللي هو أننا نهبطوا الثمن تاع الدواء نحيدوه ونزيدوا نعتذروا على الغلط. هنا السي العمراني راه موجود، اجتمعنا لساعات ولأيام، واجتمعت اللجنة لساعات وأيام. الهدف كان هو هذا، هو التعامل الموضوعي مع هذا المعطى. خصنا الثمن تاع الدواء يهبط، إلا كان منتوج داخلي نحميوه، إلا كانت الصناعة داخلية، إلا ما كانش والله غالب ريتما تكون، وهذا ما نتمناه. خصنا نهبطوا الرسوم الجمركية الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. أضم صوتي لصوتكم جميعا، ونحن على بعد أيام بطبيعة الحال من الاحتفال بالذكرى 50 من مسيرة الخضراء، لننوه أقول بالمسيرة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجسيدا لمبدأ دعا إليه جلالته على مدى سنوات، وهو مد اليد إلى الأشقاء الجزائريين، لأن كل ما راهن عليه خصوم وحدتنا الترابية أعتقد
الاستنزاف الاقتصادي والتنموي أصبح دون جدوى، وما علينا إلا أن نرى وضع المغرب قبل 50 سنة واليوم. راهنا أعداء الوحدة الترابية على بطبيعة الحال عزل المغرب إقليميا ودوليا اليوم، وبعد مرور 50 سنة علينا أن نلاحظ وأن نتساءل: من البلد الذي أصبح معزولا سواء إقليميا أو دوليا؟ وبالتالي نعتقد أن هذه المسيرة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك نصره الله وصلت إلى مسارها الأخير بطبيعة الحال لبسط السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ومواصلة المسار المغاربي الذي يعتبر حقيقة ماضية وتاريخية ومستقبلية في بناء مختلف التكتلات. هي فرصة لأعبر عن قناعة راسخة، هي الدور الاستراتيجي الذي تقوم به مختلف المؤسسات الأمنية سواء الأمن الوطني أو القوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي والقوات المساعدة، والحماية الوقاية المدنية من دور رائد سواء لتوفير الأمن والسلم داخل مختلف ربوع المملكة أو في حماية الحدود. ولهذه الأسباب مجتمعة كنا ولله الحمد مجمعين على أن مد هذه المؤسسات بمختلف الإمكانات والاعتمادات والمناصب عبر سنوات لتقوم بأدوارها كنا على صواب، وثبت التاريخ هذا الأمر. قبل ما نمر المسألة نتاع مجموعة النقاط المرتبطة بمشروع قانون المالية، لابد أن أشكر السيدات والسادة النواب على ثنائهم على أعضاء الفريق الوطني لأقل من 20 سنة. بطبيعة الحال ماشي من السهل أن اليوم يكون عندنا فريق يفوز بكأس العالم. أذكر بأن هذه كأس العالم تتلعبها 211 بلاد في الأدوار الإقصائية، وكنمشيو بطبيعة الحال 24 منتخب باش نلعبوا الأدوار النهائية، والفريق الوطني تمكن من الفوز بهذه الكأس، مبرزا على أن النموذج الرياضي الكروي المغربي يمكنه وصار بإمكانه مقارعة النماذج الأوروبية المتفوقة في هذا المجال سواء فرنسا وإسبانيا أو أمريكا اللاتينية الأرجنتين والبرازيل ولا أمريكا الشمالية ولا كوريا ممثلة لآسيا. هذا المسار يمكن تلخيصه في مجموعة من الأمور التي تظهر دائما على أنها سهلة وواضحة، ولكن ترجمتها على أرض الواقع يتطلب العديد من العمل حتى لا أدخل أكثر في التفاصيل. المسار بدأ في سنة 2008 برسالة كانت لي الفرصة أن وجهت الدعوة إلى مختلف الفاعلين في كرة القدم على المستوى العالمي لقراءة هذه الرسالة، وهي دعوة موجهة مرة أخرى لكل من لم يطلع عليها أنه يراجع المحتوى نتاعها، لأنها كانت خارطة طريق مفصلة في أدق التفاصيل للنهوض بالقطاع الرياضي. 2009 وكترجمة حقيقية لهذه الرسالة ولهذه المناظرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يدشن أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهذه الأكاديمية هي اللي اعطات أناحي أنيف أقرد والتقنوتي إلى غير ذلك من اللاعبين
اللي لعبوا في قطر واللي وصلوا لسنة 22، يعني بعد واحد المسار نتاع 10 سنين فيه التكوين والممارسة على مستوى، هما اللي وصلوا في قطر باش يلعبوا نصف النهائي لكأس العالم. نفس الأكاديمية هي التي أنتجت 7 ولا 8 نتاع اللاعبين اللي اليوم شفتيهم داخل الفريق الوطني لأقل من 20 سنة واللي فازوا بكأس العالم. والمجال لا يتسع لذكر الأسماء الأخرى. عندنا منتخب وطني اليوم آخر غينطلق إن شاء الله في المنافسات نتاع كأس العالم يوم 3 نوفمبر بقطر، وفيه مجموعة من اللاعبين خريجي أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. هذا المسار اللي فيه واحد المواصلة العمل وفيه واحد العمل المستمر، أؤكد أن ما تعرفه كرة القدم اليوم هو بداية لمرحلة ستجد فيها كرة القدم مكانا مستقرا ومتواصلا داخل المنتخبات العالمية الكبرى. نفس المسار تعرفه كرة القدم النسوية، وأنا ما عمرني ما خليتك ما تمشيش تفرجي لإجازات السيدة النائبة. مرحبا بك في أي وقت. على إن هذه كرة القدم النسوية اللي عرفت نفس المسار ونفس الطموح، وأنتم تعرفون كلكم كيف تعرض الفريق الوطني النسوي لسرقة موصوفة وواضحة المعالم لكأس إفريقيا نهار لعبوا في النهائي مع نيجيريا في مدينة الرباط. وهذه النهاية الثانية اللي تلعبوها على التوالي. نفس الفتيات مشاو لعبوا كأس العالم وتأهلوا للدور الثاني على حساب منتخب ألمانيا اللي بدا هذه كرة القدم النسوية هذه 50 عام. سد القوس نتاع النتائج الكروية ونربطوا بتنظيم كأس العالم. باش نمنز عزيز عليك انت هذا داخل القاعة. المنتخب الوطني داخل القاعة تلعب ربع النهاية لثاني مرة. أعتقد بأن إن شاء الله غادي يكون ثاني منتخب وطني غادي يحقق كأس العالم في البطولة المقبلة بحول الله. وبالمناسبة فأنت عندك الحق لأن ils sont 6e à l'échelle mondiale. دونك هاد باش نفتحوا المسألة نتاع كأس العالم. أولا كأس العالم إلا كنا كنفكروا فيها كملاعب وكمباريات تدوم 90 دقيقة، ماشي هي هذه كأس العالم. نكونوا واضحين. كأس العالم بلادنا قلبنا على كأس العالم أكثر من 30 سنة، على إن حاولنا 6 مرات. وأتذكر كجميع المغاربة الآلام والحزن العميق الذي شعرنا به لما تقرر في زوريخ منح كأس العالم لجنوب أفريقيا ضدا على مشروعية الملف المغربي. مشينا في هذا المسار، وهذا البحث على تنظيم كأس العالم فهو يجسد لمنظور استراتيجي لبلادنا هو الانفتاح على العالم. وإلا خصنا نحسبوا العدد نتاع التظاهرات الفكرية والثقافية والعلمية والعالمية التي تنظمها بلادنا كل سنة. وهذا التموقع العالمي ما يمكنش نديروا له تقييم واش ترى واش الماتش واش أولوية. وكأس العالم هي في حد ذاتها واحد الورقة عمل، واحد الخريطة نتاع العمل اللي يتشابك فيها كل المظاهر نتاع التنمية المرتبطة بالبلاد. وهذا الشيء
باش نفهموه مزيان. راه كاين في البيت، كاين في هذاك الكتاب اللي قدم المغرب الى جوار البرتغال واسبانيا، الفيفا وافقت عليه بالاجماع. هذاك الملف هو اللي فيه الالتزامات، واولى الالتزامات هي القطاع الصحي. باش نتكلموا بالوضوح التام، القطاع الصحي إن لم يكن يستجيب للمعايير الضرورية، لا في المستعجلات ولا في العلاجات ولا المتفرجين ولا اللاعبين ولا الفرق، ما يمكنش ننظموا كأس العالم. وملي مشينا نديروا المقاربات، نعم تشيد الملعب نتاع مولاي عبد الله في 15 ولا 16 ولا 18 شهر، نقولوا في اقل من سنتين. ولكن راه نهار ملي بغينا نبنيو المستشفى الجامعي في اقل من سنتين بنيناه غير على بعد كيلومتر. انا الملعب نتاع مولاي عبد الله اللي كنشوف فيه مهم هو انه بناتو الاطر المغربيه، بناتو المقاولات المغربيه، والعدد نتاعها 100، اكثر من 100 مقاوله ساهمت مغربيه، ساهمت في تشييد المركب نتاع مولاي عبد الله. وملي بغينا نتكلموا على الكلفه نتاع الملاعب، الكلفه نتاع الملاعب اولا ما كايناش في الميزانيه العامه. الا خديتيو الميزانيه ديال العامه المفصله غادي تلقاو بان الكلفه نتاع المونديال هي 3 المليار، فيها مليار و600 للONICEF المكتب الوطني نتاع السكك الحديديه، وغادي نشرح علاش. وفيها واحد اقل من مليار تنخلصوه لان اون لوفي، خدينا الفلوس من عند لي زانستيتيسيونيل باش غادي نمولوا هذا البناء ديال الملاعب حتى 2030 اللي تقريبا 23 مليار، وغادي نبقاو نخلصوهم على 20 عام. واعتقد جازما بان المداخيل ديال هذه الملاعب تفوق هذه الكلفه نتاع الكراء نتاعهم سنويا. دوك الا بغينا نتكلموا على الملاعب هذه هي الحقيقه. الان المشاريع المرتبطه بالمونديال، وهذا هو اللي مهم عند بلادنا. احنا المشاريع اللي خصنا نديروا اللي بغينا نديروها في بلادنا بالمونديال ولا بلا مونديال خصنا نديروها. تكلمتم جميعا على الاقل الفرق الاغلبيه، على الاهميه ديال المداخل السياحه والتطور نتاعها في بلادنا. واش كاين شي سياحه بلا توسعه نتاع الطاقه الاستيعابيه ديال المطارات؟ واش المطار د مراكش ملي وصل لا ساتوراسيون الناس بقاو يجيو ليه في ديسمبر وكيتسناو نهار كتظن بان غادي تقدر توصل للسياحه؟ واش الدار البيضاء وانتم من الناس اللي انتقدتم وعلى حق ان المطار الدار البيضاء خصو يتطور؟ واش بغينا نرجعوا الدار البيضاء هاب بلا ما نديروا الهاب تاع الدار البيضاء المطار؟ واش تي جي في غادي نوقفوا في القنيطره؟ واش المغرب تيسالي في القنيطره؟ تي جي في نتاعنا كيفاش نحققوا التنميه الاقتصاديه نتاع بلادنا الى ما ربطناش الشمال بالجنوب والشرق بالغرب؟ هذا هو المغرب. مشيت يمكن تاع 2030 ما يفوقها هذا التي جي في. وهذا النقاش بالمناسبه ولا بد نفتح القوس، هذا النقاش دائما عرفته بلادنا، وهو بالمناسبه اعتبره نقاشا صحيا عرفته بلادنا منذ لا 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 لا, لا قبل هذاك غير مع السي وزير النقل السابق، لا لا لا, لا قبل نهار قررنا في هذا الحسن الثاني رحمه الله اننا نديروا لوتوروت بين الرباط والدار البيضاء. اليوم تريبلينا هذيك لوتوروت وما كفاتش، ومشينا غادي نديروا لوتوروت الاخرى اللي تربط الرباط والدار البيضاء، لان هذيك لوتوروت اللي تريبلي ما كفاتش لا فريكونس تاع النقل. وتاسفنا جميعا ونتاسف على انه كان من النهار الاول درناها الكلفه كانت هي العشر نتاع الكلفه الحاليه ديال الكيلومتر ديال لوتوروت. دابا المشاريع نقولوا سيدي حنا نحيدوا المونديال، واش التي جي في ما يمشيش يوقف؟ واش المطارات ما يتوسعوش؟ واش العرض الصحي نتاعنا كذا مطلب راه خصنا نوسعوه
ونرقيوه غادي نرجع لهذه الصحه، الاشكال الحقيقي. دونك هاد المشاريع اللي هي اللي جايه في المونديال. ونزيدك وهذاك ان شاء الله الا بغيتيو شي نهار نذاكروا فيه بتفصيل على المونديال ونعطيكم البيد وداك الشيء، وغادي تجينا الفرصه انه راه كاين من حقوق الشغل. وراك شتي في الانتقادات اللي تعرضت لها البلد اللي استضاف كأس العالم 2022، راه كانت حقوق الشخصية ود العمل ود الشغل إلى غير ذلك، في من هذا الشيء البيئة الانفراستركتور إلى وكل شيء. هذا الشيء المسار التنموي اللي كاين عندنا في المونديال يمكن كانت فيه بزاف د الامور اللي ما غاديش تدار دابا. يمكن ما كانش غادي يدار في 30، يمكن في 31، يمكن في 32. المونديال فرصه لان نسرع من هذه المشاريع. واش معناه ان هذه هي المشاريع اللي غادي تشكلنا الاولويه ونديروا نقطه ونرجعوا للسطر؟ لا، متفقين جميعا انني انا بحال هو اللي هضر على كرسيف، انا في بركان خصني نشعر بانه هاد كاس افريقيا وكاس العالم تعنيني في شيء. وهذا هو السؤال، هذا هو اللي سميتو لو بورتاج. وملي تنتكلموا على هاد المشاريع راك شوفوا كاين التفاصيل الدقيقه نتاع هاد الشيء والاثار. لان ملي تنتكلموا اليوم على النمو مشينا ل 4.6 وغادي نمشيو لكثار وغادي ندخلوا لافورشيت نتاع 5 وغادي ندوزوها. على اين غادي تدوزها الحكومه اللي غادي تجي من بعد؟ هذا هو. لانني قبيله بعدا نسيت، لان هذاك النعوت اللي تتصدر راه صعيبه ملي تتغير المواقع وتتسبب حرج صعيب، لان الموقف السياسي ما يقدرش يتبع. اللهم الانسان يطريط لا يطريط لانه ملي تيجي يقول تلعب خصو يبقى يتشبت بها. خصو من يكون في القرار ولا من اللي كان فيه يقول راك كنتي كتلعب. دونك هذا الموضوع نتاع كاس العالم والمزايده الى غير ذلك، انا هاد المشاريع الكبرى الا غادي تخلق لنا الثروه، الا تعطينا لا فالور اجوتي وتعطينا لا كرواسونس وتعطينا الشغل لبلادنا الكامله لبلادنا. وهاد بالمناسبه ملي تنتكلموا على واحد لا كومبيتيسيون كاس افريقيا راه كنتوا عارفين شكون اللي كان المنافس تاعنا في التنظيم، ومنذ ذلك الحين وهو تيحاول جاهدا انه يبين اننا ما قادرينش. وبدات بالمؤامره الحقيقيه نتاع الكلاب الضاله وما عرفت وعدم جاهزيه الملاعب، وكل نهار كيجبدوا شي تصاور. حتى ملي دشنا الملعب نتاع مولاي عبد الله قال لك اودي سيدي فوتوشوب. دابا نعرفوا ونتكلموا بالوضوح تام وتطور النقاش حتى وصلنا ودي غادي نقاطعوا واحد اللاعبين، وهذوك اللاعبين راه ولادنا. حنا الفريق الوطني اللي تكلمتي عليه راه واحد من ايت بوكماز وواحد من الخميسات. علاش نقاطعوا هاد الدراري؟ اش دار لنا حكيمي باش نقاطعوه؟ ياك حكيمي ولد القصر الكبير كلا كاع البصاره مع سيسيمو. كيفاش علاش نقاطعوا هاد الناس؟ كيفاش نقاطعوا؟ ولكن راه من تتكون الامور غير موضوعيه ولا تنبني على اسس راه تتنكسر في الحين. انا نقول لك اليوم كاس افريقيا تعطات 500 الف فنايدي، فيها اكثر من الثلث جايين من برا. وخصنا نستغلوا كاس افريقيا باش يكونوا عندنا جوج د المواسم السياحيه الموسم المقبل ان شاء الله. يكون عندنا واحد في ديسمبر وجونفي ونستقبلوا المئات الالاف والمليون اللي غيجينا من برا، ونستافدوا اقتصاديا وتستافد مراكش وتستافد الصناعه التقليديه. هذا هو استثمار الفرص. ومن بعد يجي يكون عندنا الموسم الصيفي. هذا هو الواقع اليوم. الواقع اليوم هو التذاكر تاع الفريق الوطني سولد اوت من بعد ساعه العرض نتاع البيع. اش من مقاطعه، اش من نقاش، عن ماذا نتحدث؟
هذوك راه ولاد الشعب ديال المغرب. بالعكس خصنا جميع كل واحد من موقعه نرسل الرسائل الإيجابية لهؤلاء الشباب اللي يخصهم يقلبوا على واحد الكاس ما شفناهاش من 1976 اللي سميتها كأس أفريقيا للأمم، واللي المغاربة علائيين ماشي كلهم، كاينين بزاف ما تعرفوش الكرة، ولكن ملي دخلت فيها شويه السياسه ولاو خبراء شويه ولاو خبراء وتهضروا على جغرافيه الملاعب. ما نرجعش لهذا الشيء، ما ننساه. كاين مجموعه د الامور جات في المداخلات، انا غير من اجل التوضيح باش يكون عندنا النقاش دائما واضح مقاد. قلتها في العديد من المناسبات أن المالية العمومية تخضع للبعد الاستراتيجي الذي يتجاوز الولايات التشريعية، ولهذا السبب جعل منها الدستور قانونا تخضع أولوياته لمصادقة المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك نصره الله. وفي هذا الإطار الرسالة التوجيهية التي وقعها السيد رئيس الحكومة الحالي والسابق واللاحق توقعها بعد خطاب العرش في بداية غشت، لأنها تأخذ بعين الاعتبار توجيهات اللي تجي بسيدنا الله ينصرو في الخطاب العرش عبر التاريخ، وهذا هو عين العقل. هذا القانون، هذا المشروع القانون المالية أنا شخصيا ما فهمتش، وماذا بك تشرح لي كيفاش أنه كاين واحد الشرخ بين الرسالة التوجيهية وبين القانون. أنا لقيت أنا 4 الأولويات اللي مشاو في الرسالة التوجيهية هما اللي جبنا في القانون، هما وفيهم توجيه مشروع جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، وهو المشروع نتاع التنمية الترابية المحلية المندمجة. خدينا بعين الاعتبار في الرسالة التوجيهية اللي وجه السيد رئيس الحكومة ومشينا به من بعد لهذا، مشينا به للقانون واحتفظنا على نفس الترتيب، غير باش ما يوقع لكش حتى الخلطة السيد الرئيس عاوناك. احتفظنا على نفس ترتيب الأولويات اللي كانوا في الرسالة التوجيهية مع القانون. الآن كاين مواضيع أثيرت، الموضوع نتاع المقاصة. أنا نقول لك المقاصة تعاني وعانت وستعاني إلى حين إصلاحها من أن الاستهداف ما بقاش هو هذاك اليوم، والحقيقة تقول على أنه على اللي عنده الفلوس بزاف هو اللي تيكونسومي داك الحاجات بزاف. إلا كانت الأسرة الفقيرة تتكونسومي واحد البوطة، تستهلك بوطة واحدة، يمكن في أحسن الحالات بطبيعة الحال اللي عنده الإمكانات راه تيستهلك أكثر. إذن راه الاستهداف ما كاينش، وأكثر من هذا وذاك الاستغلال نتاعها تجاوز الاستغلال المنزلي بكثير، وأصبحت تستعمل لا في قطاع الخدمات ولا ولا ولا. ماشي تنقول أنا اللي تيدير الدجاج يستحق ولا ما يستحقش، هذاك نتذكروا معه من بعد على الفلوس وما تبع الفلوس، ولكن الاستهلاك تاع الدعم تاع غاز البوتان موجه للاستهلاك الأسر. اليوم علينا أن نقر بكل موضوعية على أن الاستهداف الذي من أجله خلقت المقاصة ما بقاش صالح. ما نتكلم شيء، هذا كنتكلموا غير على النفقات نتاعها نتاع 15 مليار. نذكر بأنه هذا ال 15 مليار تقدر تطلع لنا ب 50% ذاك الدعم اللي تنعطيو للناس مباشرة، وبهذاك الدعم المباشر نتاع هذا ال 50% راه يشري البوطه نتاعو كيف قال السيد النائب، هذيك الوحده اللي تيستهلك فابور، ومن بعد بغى ياكل السكر ولا يشربها تيمسو الشغالات.
ولكن موضوع حقيقي أعتقد بأنه سيشكل الخارطة الطريق المستقبلية للمستقبل السياسي الحالي والقريب. وهذوك الاختلالات اللي جات موجودة لا في الاستهداف ولا في الاستعمال ولا باش نكونوا واضحين. وهذا الشيء هذا كان فيه نقاش، أنا أتذكر منذ سنة 2006 ولا 7 نقاش عميق، وداروا تقارير واتخذت قرارات. مع الأسف الموضوع مازال باقي محطوط للنقاش. خصنا حكومة، برلمانا، معارضة وأغلبية في واحد الوقت من الأوقات نزيدوا هذا الإصلاح لمساره النهائي. التمويلات المبتكرة، أنا جاتني مراسلة من اللجنة وجاوبت بالإيجاب وقلت أنا مستعد نجي للجنة المالية ونتذكروا في التمويلات المبتكرة طولا وعرضا، وإلا كان خصنا نديروا القانون نديروا القانون، وإلا كان خصنا نديروا بلاش نوقفوا، وإلا قنعناكم قولوا آمين وواصلوا في المستقبل إن شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين، هادشي اللي كاين. أما اليوم عاوتاني نجيو للتمويلات ونقولوا ودي راك تخصخص تبيع تشتري، ما تنبيعوا ما تنشريو. كاين واحد لي زاكتيف عند الدولة، واش هذوك لي زاكتيف تاخذوا القيمة نتاعهم وتمشي دير واحد لي زاكتيف اخرين وتخلص واحد القيمة كرائية، وملي دوز المدة كتستارد الملك نتاعك ودير به اللي بغيتي عاود تاخذ عليه القيمة وتكريه ولا خليه عندك. ولا حنا القرار، والقرار ما خداتوش هاد الحكومة، الحكومة واصلت، ومن بين المواضيع اللي خلاتها تقول تواصلوا في 21 هذا الموضوع. 2019 قررنا أننا نديروا التمويلات المبتكرة، وهذه التمويلات المبتكرة هي اللي اليوم تتمكن بلادنا أنني عوض ما نحتفظ غير بواحد السي اش يو تناخذ قيمته تندير السي اش يو الثاني. الآن غادي تقول لي ودي بعته وخصصته، فاش؟ دابا ملي تيجي ذاك المواطن يدخل ذاك السبيطار واش تيقلب على الطبيب والسيرفيس ولا تيقلب على التيتر فونسي نتاع ذاك نتاع السبيطار مكتوب في سميت من؟ واخا وملي العلم مشى لابعد الحدود وفي جميع الاختصاصات اللي فيه الكره وما يتبعها، علاش تنكريو السفارات؟ السفارات ياك هما السياده كاع على برا، وعلاش تنكريو هنا مجموعه الادارات تنخلصوا الكرا؟ علاش ما قلناش اودي لا تا هما نشريوهم باش من نشوفوا في ذاك التيتر نفرحوا ونقولوا راه حنا ناجحين. دونك هاد التمويلات المبتكره السيدات والساده النواب، انا كنقول لكم انا جاتني المراسله واستجبت ايجابا، انا كننتظر الموعد الذي يناسبكم ونتكلموا بالوضوح هاش درنا وها النسبه المئويه وها شحال كنخلصوا د لانتيري. خلصنا 7 المليار، داكشي اللي قال السي عبد اللطيف الجوهري على حق في هذه وفي الشيء الاخر. الا بغيتي غير على السي عبد اللطيف الجوهري عنده الحق، ولكن انا نقول لك عاوتاني باش نتكلموا على الرصيد والارث والى غير ذلك، راه كل وقت وبركته كاين اللي دار شويه د الخصاصه الله يكمل عليه بالخير. تا دابا راه كاينه الخصاصه، راه كاين ما نخصو، راه كاين ساهل، كاين واحد 25% تاع اتصالات المغرب نساليو معها وصافي ونقولوا دي ما درنا لا تمويل لا مبتكر ولا زوج. كاين اللي كنا في واحد الظروف عاود استفدنا ب5 المليار دولار، وهذا الشيء ما استفدتش به الحزب ولا الحكومه، استفدت به بلادنا ودارت المشاريع. اليوم هاد الهوامش اللي كاينه هي التي تمكن بلادنا انها تنجز ذاك النموذج التنموي اللي وضعه سيدنا منذ اعتلائه العرش في 3 الركائز. راه غير ناخذوا شويه المسافه ونقراو. خلينا بالركيزه الاولى الحقوقيه الديمقراطيه المصالحه مع الماضي، كاين شق اقتصادي وشق اجتماعي وفيه التراكم
والحكومات والمسؤولين والبرلمان تيكونوا واحد الحلقة في هذا المسلسل المتواصل. ونحن أمة تجاوز تاريخها 14 قرن. دوك اللحظة والولاية وداك الشيء سناخذوه بكثير من التأني. بطبيعة الحال الطموح نتاع كل واحد هو يطول داك الحلقات، دير داك الشيء كل واحد الله يكمل عليه بالخير، ولكن هذا هو المسار. وهذا اليوم هذه التمويلات المبتكرة لا يجب أن نتعامل معها. وانا نقول لك احنا كيفاش تنفكر ونقولها لكم من دابا. هذا العام هبطنا ل20، كلما تمكنت الإيرادات الضريبية أنها توفر ديك الهوامش تنقصوا. في 27 حسب التقديرات نتاعنا الحكومة المقبلة ما غاديش تكون إلا بغات تبقى غير في هاد لا فيتاس. أنا بغيتي تزيد الله يكمل عليك بالخير. دابا إلا بغات تبقى غير في هاد لا فيتاس ما غاديش تحتاج للتمويلات المبتكرة، وإلا بغات ديرها وتطلع الله يكمل عليها بالخير. هذا هو القرار. ملي تنقولوا يا ودي هاد الماليه العموميه ارقام ولا كيفاش الارقام؟ الماليه العموميه بعدا ماشي هو هذا القانون اللي عطيناكم. الماليه العموميه راه هما اللي مراسة تاع الوزارات كلها هما. راه كاين 43 شابيتر، وكل شابيتر فيه 12 جهه، وكل جهه فيها 20 30 مشروع. دونك الا بغيتي تعرف التفاصيل الدقيقه نتاع هاد السياسه العموميه كاينه تما. واخا مزيان ما فيهاش سياسه وفيها غير الارقام والتقنيه وعمل تقني ونهزيل بسيط، ما علينا. دابا ملي تنقول لك انا راني جبت الاعتمادات وجبت الموارد البشريه لاستقلاليه القضاء، واش هذه السياسه ولا ماشي؟ عطونا التعريف، راه يمكن ما نعرفوش انا شنو هي السياسه. زعما سؤال طرحوه للنقاش. ملي تنقول اودي انا افيكتيفمون كيف جيتيو كنعطي 27,000 نتاع المناصب لقطاعي التعليم والصحه، ونطلع المصاريف تاعهم ب20 مليار، واش هذا خيار سياسي ولا لا؟ ملي كنجي نقول لك اخويا، وغادي نجاوب السيده النائبه تسمحوا لي ما عنديش لوردر هادشي، ملي تنقول انا لا روتوني لا سورس الحجز في المنبع غادي نطلعوا للشركات، نعمموا كاع للشركات اللي كدير اكثر من 50 مليون تاع الدرهم، وتتقول لي السيده النائبه ودي كيف يعقل انك تدير الحجز المنبع للضعفاء؟ ما فهمتش الضعيف واش اللي كيدير 5 مليار ضعيف؟ يا ربي نكونوا منهم. كيفاش ضعيف؟ الحجز المنبع اللي كيدير 50 مليون، وراه قالت لك السيده الوزيره كاع داك الشيء اللي تحت كنديو منه 1.7، بغيتي نديروا له الله يسامح ديريه له. خصنا نتفقوا. وشنو كنقولوا لهذا السيد اللي كنديروا له الحجز المنبع على الضريبه على القيمه المضافه؟ تنقول له يا ودي انا اللي خدام مع السي شهيد، قبل ما نخلص السي شهيد ناخذ الضريبه على القيمه المضافه ديك 20% نعطيها للدوله، ما نعطيهاش للسي شهيد لان يقدر ياكلها وما يخلص ويلقى العذاب ويتعذب وغادي يديروا له المراقبه. السيد الرئيس شوف اسمع لي، اسمع لي يا سيدي، اسمع لي السي شهيد راه كيعرف واش انت ناطقه رسميه بسميت السي شهيد. شوف هذا هو اللي درنا لهم. دابا الشركات الرياضيه اللي قلت يا ودي عطيناهم يا ما عطيناهم، بعدا واش كتعرف على ملي كنتكلموا ديال الوداد والرجاء والجيش والفتح 16 دوك 16 هذوك 16 كنا درنا هذه الاجراءات هذه زمان، قلنا لهم ودي الضريبه على الدخل غادي نديروا لكم واحد لاباطمون تاع 50% وتبداو تخلصوا حتى يزول تتوليو الكوماند دو مورتير على 5 سنين. ملي درناها في ذاك الوقت هذوك خداو هما تعطلوا باش يديروا الشركات الرياضيه، تعطلوا. اش قلنا اليوم؟ قلنا هذاك الامتيازات اللي عطينا لهم في ذاك الوقت غادي نخليوها لهم اليوم ونقولوا ابارتير من النهار اللي كترجع شركه رياضيه. ياك الرجاء الرياضيين، ياك انت مع الرجاء رجعت شركه رياضيه غادي تبدا تستافد من داك الشيء 5 سنين مع القنيطره ما علينا.
الماس رجعات، لا غير باش نشرحوا. قلتي لي ودي عطينا تصعب لهم عاود تجيب لنا شي امتياز، عطينا لهاد الرياضه ولا تحسبوا علينا شي. علاش ما عطينا لا الامتياز وما عطيناش عاوتاني التعليم الاولي ولا ما عرفت شنو. دونك هاد الشيء هو اللي كاين، هادو هما الاجراءات. الدرون، الجمارك تستعمل الدرون، وإلا لقينا أحسن من الدرون نستعملوه لسبب بسيط. دوك الناس المهام نتاعهم هما يشاركوا في حماية الحدود ويحاربوا الغش ويحاربوا. أنا نقول لك وباش نسهل عليك المأمورية، وحنا جالسين في هذا البرلمان حتى النهاية نتاع ديسمبر، كاع داك الضعيف اللي عرفتيه والضريبه مشات عنده دارت له شي فيسكاليتي خلصها جيبيه، نردوها له نقولوا له اسمح لنا انا هنيتك. ولكن اللي يربح 5 المليار غايدير الحج عند المنبع، وإلا ما دارهاش غادي نديروا له التاكساسيون دوفيس. إلا بغينا نجيو باش نجي للإرث. الإرث اللي غادي نخليو للأجيال. غادي نهضروا، أنا نحيد هاد التمويلات، غادي نحيد كل شيء اللي فيها النقاش، تنستنفذوا النقاش، تقنعونا ولا نقنعوكم، مانيش إشكال. أنا نمشي غير للموارد العادية. واش هاد الموارد العادية ضربناها في زوج؟ راه ماشي لينا، راه ضربنا في زوج كيف قال احد النواب المحترمون اللي غادي يجي ان شاء الله من بعد، غادي يلقى الوضعيه مريحه. وهذيك الوضعيه الصعيبه اللي لقينا حنايا ما قلناش اودي سببها فلان ولا فرتلان. قلت انا في العديد من المناسبات، انا كنت تما في موقع المسؤوليه وكانت الظروف صعيبه وكان هذا. دونك هي الوضعيه، هذا هو الارث اللي خلينا. واش هذا العجز اللي غادي يوصل ل 3%، واش غادي يديه شي واحد معنا في الشكر؟ غادي نخليوه لبلادنا. وهذاك اللي يجي من بعد بغى يزيد يهبط العجز بصحته، دارها السي فتح الله ودار ليكسيدون. بغى يزيد يطلع شي شويه في لا ليميت دو سوتنابيليتي نتاع غادي الله يكمل عليه بالخير، هذا خيار. حنا التزمنا اننا نمشيو ل3 وماشي عبطا، باش المستوى المديونيه ما يطلعش. بلي طو دو كرواسونس اللي تنديرو حنا اوتور دو 3.5 زائد الديفيسيت في 3، هذاك هو اللي يخلي لا ستابيليتي دو لا ديت. هذا هو الاختيار، احترمناه. دابا الرقم ماشي رقم مزيان ماشي مزيان، كيفاش هاد التراكم اللي قلت بأنه تراكم، والإصلاحات اللي فيها تراكم، المواعيد المقبلة غادي تكون محطة نقاش، كل واحد وكيفاش غيشوفها. الإصلاح الضريبي اللي قلنا العدالة، دابا كاش من عدالة؟ ياك اتفقنا جميع على في المناظرة، 2 المرات دارت المناظرة ياك سيدي تماما، ودارت في عهد الحكومات السابقة وخرجت بالخلاصات. جينا قلنا ودي هذه الحكومة احنا غادي ننزلوها، ونزلناها معاكم، وكانت الأمور ميسرة، ما كانت لا ضجيج لا والو، وعطى الله وجاب الله التيسير فيها، عطات الموارد نتاعها، عطات نسبيا الأكل نتاعها. مازال كاين الهوامش، مازال ما وصلناش للعداله الضريبيه اللي خص كل شيء يخلص، نتفق. ولكن ما عندناش الوضع اللي هاد الضرائب تنجمعوها من الناس اللي ما عندهمش فلوس، ما كايناش. وانا راني قلت هذاك النداء اللي قلت، الطلب اللي قلت للسيده النائبه كنفتحوا للجميع. اللي كان شي واحد لقاه ما تيبيع ما تيشري ما عنده فلوس، يجيبوا لنا نحيدوه نقولوا له اسمح لنا علنا صافي. ولكن باش يجي واحد راجبنا لا ميزور يدير لامبورطاسيون مره واحده، يجيب 300 كونتونير ومن بعد
كيسد الشركه وكيندثر في الوجود وما تيخلص لا ضريبه لا رسوم جمركيه، هذا امر غير مقبول. هادو هما لي ميزور اللي جبنا. مزيان، مازال ما وصلناش للمحكمه. مازال ما وصلناش. انا كنظن باش ما نطولش عليكم، لان غيكون عندنا موعد نناقشوا في التفاصيل. انا كنعتقد بكل تواضع وصدق ان الماليه العموميه نتاعنا بخير، انها تسير وفق المنطق اللي بغاه سيدنا لبلادنا. هذاك الشيء كأس العالم والتظاهرات الدولية سيعود إيجابا. راه قبيله السيد النائب قال لك الماتش نتاعنا مع الشيلي شافوه 2 مليار و800. من هنا ل 2030 هذاك التواني اللي تنخلصوا عليها الملايير نتاع لا بوبليسيتي غادي تكون عندنا مضمونه بالساعات مجانا. علينا جميعا ان نكون في مستوى المرحله ونمشيو باش نواكبوا التطلعات نتاع سيدنا. ومن غير اللائق ان المستشفى ولا المدرسه ولا الطريق البناء نتاعها يبقى 10 سنين ولا 12 عام. من غير المقبول. والبرنامج نتاع الجيل الجديد، ولماذا سماه جلالة الملك بالجيل الجديد؟ لأن راه كانت البرامج، كانت بزاف البرامج. جيل جديد لأن كيف قالت السيدة الوزيرة غادي تجي من النقاش القاعدي واللي غيشارك فيه المجتمع المدني، ماشي غادي يشاركوا فيه غير المؤسسات، حتى المجتمع المدني، باش يحددوا الأولويات، باش نبعدوا على ذاك المنطق نتاع ان البلاصه ما خاصهاش السبيطار تنديروا السبيطار، والبلاصه ما فيها ما خاصهاش الكوليج تنزيدوا الكوليج الى غير ذلك. يحددوا الاولويات نتاعهم في الامور التي حددها جلاله الملك في التعليم والصحه والتشغيل والماء والمراكز اللي امرهم. ملي وهذا البرنامج كيف قالت السيده الوزيره ماشي 5 المليار اللي غادي ديروا، حنا هذاك ستان بلافون دو شارج بريفيزيونيل ودرناه في الكاس اللي عوض بالمناسبه الكاس تاع الاف دي ار اللي سالات المهام نتاعو انتهت. مزيان، هذاك ال20 اللي دار تما هذاك سي ان بلافون دو شارج. الكاس في اي وقت ملي تتضح الرؤيه وغادي يجيو البرامج من التحت ونعرفوا الكلفه نتاعها ونعرفوا واش المدرسه واش السبيطار واش البناء الى غير ذلك، غيكون عندنا برنامج واضح نتاع السنه. واش مومون لا غادي نقولوا الكلفه نتاعو هي 30 ولا 40 ولا 60 ولا 80 اللي اساسي انه برنامج ملكي سيتجاوز الولايه، ماشي هذه حتى الاخرى، واللي كيهدف افكتيفمون وحقيقه انه ما يكونش عندنا مغرب بسرعتين، ان يكون عندنا مغرب بسرعه واحده، لان هذا هو الاراده نتاع سيدنا. والسرعه من تنبغيو نوحدوها ما تنيفليوش الاباس. اللي راه يدير 10 سنين في البني خصو يطلع عند مول 14 شهر، ماشي هذاك اللي تيدير 14 نهبطوا ل 20 عام. هي السرعه اللي بغاتها بلادنا، والماليه العموميه نتاع بلادنا بخير. يجب ترسيخ مكاسبها للاجيال الحاضره والمستقبليه، وهي ملك ل40 مليون مغربي، وتراكمت فيها التجارب وتعددت القراءات، ولكنها بخير. انا الا كاين شي وصيه نقولها بلي انا هضرتي واش العمل ولا ماشي العمل، وراه تصريف العمل بشكل جيد راه مزيان، ماشي مزيان. شنو خاص نحافظوا على هاد المكاسب
ونزيدوا نطلعوها، وان شاء الله ما غادي تكونوا الا انتم في هاد الممثلين في هذه القاعه اللي غيديروا هذا الشيء مستقبلا. شكرا السيد الوزير. بهذا انتهى. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى تكون عجبتكم هذه المداخله ديال السيد فوزي القجع. نبغي نذكر المشاهدين الكرام يديروا لنا الاعجاب ويخليوا الاراء ديالهم في التعليقات ويشتركوا في القناه، ونتلاقاو في فيديوهات جداد ان شاء الله.